فقال لك سيبه. طب قول الو. مين؟ ايوه الو. ايوه لا بركات، مساء الخير يا بركات، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا كابتن حسام؟ الله يخليك يا شيخ، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله يا كابتن، ربنا يخليك. الله يخليك كابتن حسام، يمكن كابتن بركات عمال يتحاكى. اديني تقرير اول على اللي قاله بركات كده عشان انا ما لسه اوفر. يعني انا تقرير ايه؟ انت قاعد قدام التلفزيون من ساعه ما الحلقه بدات عشان تشوف انا هقول ايه. هتقول له اديني تقرير ما انت سامع كل حاجه. لا والله يا بركات. شوف في الاعاده بقى يا كابتن بكره ان شاء الله. هو التقرير كده مفصل يا كابتن حسام، ان يعني سالته عن ما كان فيه، يعني زي ما يقال في الاعلام ان في مشاكل ما بين كابتن حسام البدري وكابتن محمد بركات عشان عدم مشاركته الفتره اللي فاتت، ولكن كابتن بركات قال انا لعيب وعارف دوري كويس قوي، وعارف ان كابتن حسام ليه وجهه نظر فنيه ما فيهاش اي مشكله، فيعني ما فيش اي مشكله ولا هتحصل اي مشكله ما بيني وبين اي مدير فني في النادي الاهلي وخصوصا كابتن حسام. انما كان في وقت معين كان ممكن مقنع بالنسبه لي ان انا اقعد، انما بعد كده حسيت ان الوقت دوت ما كانش مناسب ان انا اقعد. يمكن بركات قال حاجه كويسه جدا. انت بتقول كان في وقت مقنع جدا ان انا اقعد. انت افتكر بس برضو هي القصه كلها يمكن تقييم الموضوع بقيمه وحجم بركات، لان قيمه وحجم بركات طبعا قيمه كبيره جدا. فعدم وجوده في اي وقت في الفرقه طبعا بيبقى ملحوظ جدا، وبتبقى الناس ملاحظاه والجماهير ملاحظاه، وده شيء طبيعي بقول نظرا لقيمه وحجم بركات. لكن انت لو رجعت مشوارنا السنه دي من ساعه ما انا بدات معاهم هو المشوار الافريقي. طبعا المشوار الافريقي بركات كان متواجد بصفه مستمره، مع البدايه مستمر، يمكن مع النهايه مستمر. ابتدت في وقت معين كان في متذكر يعني اجهاد كان عند بركات شويه او كده، ابتدت عمليه التعامل مع المباراه شويه احنا بنلعب بره، فكان بيبقى فيه واجبات دفاعيه او تفكير دفاعي في بعض المباريات تحفظ شويه بنفكر في الجانب الهجومي. فكان وجود بركات كان بيبقى موجود معايا على الدكه، لكن سيناريو المباراه ما كانش بيسمح ان انا استخدمه. فكان ده جزء بسيط جدا من مشوارنا في المشوار الافريقي، كان جزء بسيط. احنا بنتكلم على تقريبا 3 مباريات او مش اكثر من كده هي اللي غاب بركات. لكن قيمه وحجم بركات بقول لك ان هو ما كانش موجود حتى في ال3 مباريات دول. الناس بدوا لها ان بركات مش في الحسابات، او بركات هيبتدي يبقى دوره ينطلق من الدكه، والكلام ده كله طبعا مش مظبوط. لان انا هتكلم بمنتهى الصراحه ومش بكلام. اولا حته ان يبقى في مشاكل بينه وبين اللعيب دي طبعا دي كلمه كبيره جدا ومش مسموحه. في نفس الوقت انا علاقتي باللعيبه مميزه، وهم نفسهم اشخاص وافراد مميزين جدا عارفين حقوقهم وعارفين واجباتهم، وما بقاش فيه بالعكس لغه الحوار هي اللي بتبقى بينا. واكيد بركات ياكد لك الكلام ده. لكن انا عاوز اكده ان بالفعل ودون اي يعني مراعاه لاي جوانب اخرى، بركات هام جدا بالنسبه لنا. بركات لسه قادر على العطاء. انا في حساباتي انا بقول لك يعني في بعض الاوقات مباريات كنت بركات هو موجود، لان انت كمدرب بتحط سيناريو المباراه بتحاول تتوقعه قبل المباراه. لو حصل كذا بتتعامل مع المباراه ازاي، لو في حاله الفوز هتتعامل ازاي، في حاله الخساره هتتعامل ازاي، في حاله لو حققت هدفك، لو كان التعادل بيحقق لك هدفك هتتعامل ازاي. فالسيناريو ده انا من طبيعتي بحطه قبل المباراه عشان حتى تبقى قراراتي سريعه جدا، وببني الكلام ده بناء على الافراد الموجودين معايا. فبركات في لحظات ما كان موجود معايا كنت بفكر فيه لا قدر الله لو انا خسران هعمل ايه. كان استخدام بركات هيبقى واجب عليا ولازم هستخدمه. فانا بقول لك بس حاجه بسيطه جدا، اما بيبقى مدرب بيفكر في استخدام لعيب وهو خسران، ده كان تدخل قيمه اللعيب ده واهميه اللعيب عند المدرب، بس مش اكتر من كده. يعني اكيد يبقى احتياجه مهم جدا، وجوده مهم جدا. لكن بالفعل كان بعض المباريات السيناريو بيبقى مختلف شويه عن انا بقول لك ان انا ممكن استخدم بركات او لا. زي مثلا ماتش الترجي ده كان مكسبنا كنت لازم خلاص أأمن ويبقى في استحواذ في الملعب. يمكن هي دي اللي ادت انطباع ان بركات غايب وان بركات ما شاركش وان بركات مش في حساباتي. لا، انت راجع المباريات الافريقيه كلها معظمها هتلاقي بركات موجود. بركات كان بيبتدي من البدايه ما ابتديت انا مباراه مازيمبي بركات موجود. يمكن هو كابتن حسام يا كابتن حسام هو بركات ذكر برضه في كلامه ان مش بقول البركات لان البركات فاهم، وانا قعدت معاه ويمكن في كلام اكتر من كده واعمق من كده اتقال له يعني في حتى في تاريخه وعلاقته سواء على المستوى العملي او على المستوى الشخصي بيني وبينه، وهو فاهمه كويس قوي طبعا.
وهو طبعا وعي كويس جدا، لان بركات كمان على الجانب الاخر ذكي جدا، ومن اللعيبه اللي انا بحترم تفكيرهم. فبقول لك كل الجوانب دي كلها يمكن الناس حكمت عليها بشكل غلط، وخلينا احنا طبعا نتعامل بمنتهى الهدوء برضه، بنقول يا جماعه يعني نرد على الناس، المفروض ما نردش برضه، لان الواقع غير اللي بيتقال في الاعلام يعني. طب يا كابتن، الاعلام لما تناول الموضوع ده، اخر سؤال اساله لحضرتك، تناول الموضوع ان بركات ممكن ما يكونش مقيد في القائمه الافريقيه، هل ليه؟ يعني الاعلام تناول الاعلام ده ليه؟ تناول الموضوع ده ليه؟ ربطوا هم بعد كده نفس الكلام دوت، يمكن انا اتسالته قبل ما تتعمل القائمه الافريقيه بيومين، قلت له انا مش هجاوب، بس ارجو اللي بيقول الكلام ده يجاوب على نفسه ويسال نفسه، والناس تقيمه بعد كده. يعني نفس الجماهير اللي بتقرا الناس اللي تتفرج تقرر هل بقى الكلام ده اللي كان بيتقال صحيح ولا مش صحيح، لان طبعا ده اكبر دليل ان الناس بتقعد تجتهد وبتقعد تقول اي كلام، وبتقعد تستخدم اسمائنا او اسماء النادي الاهلي في عمل الاثاره، وده شيء طبيعي يعني. هو ده شيء طبيعي اي في النادي في العالم كله، اي نادي كبير الناس والاعلام بيستخدموه للاثاره وجذب الانتباه الجماهير وكده، ده شيء طبيعي. لكن طبعا الحقيقه اللي انا باكدها ومش المفروض ان انا اقعد اكد فيها طبعا، لان هي دي حقيقه ان بركات هام ولسه قادر على العطاء ومن عناصر مهمه جدا، ويكفي حتى برضه على الجانب الاخر لو بركات يعني من الاسباب الانتصارات اللي احنا عملناها والانجازات اللي احنا عملناها، شوف بركات فيها عامل ازاي. طبعا تمام. كابتن بركات عايز تقول حاجه؟ كابتن حسام، شاكرين يا كابتن حسام على المداخله دي يا كابتن. عفوا بركات. شكرا يا كابتن حسام، ربنا يخليك. ان شاء الله. شكرا يا كابتن حسام. شكرا يا كابتن حسام. مداخله مهمه، يعني مهم ان المدير الفني يطلع يقول نفس الكلام تقريبا، يعني في نفس الحوار اللي احنا بنقوله. انا قلت لك يا شيتوس، انا اهم حاجه بالنسبه لي الناس تستبعد فكره تماما ان في وجود مشاكل، لان انا ما ينفعش اعمل مشاكل مع مدرب بتاعي، لا كابتن حسام ولا غيره، ولا عمري عملت مشاكل مع حد، لا في النادي الاهلي ولا في النادي الاسماعيلي ولا في قطر ولا في السعوديه ولا في السكه الحديد ولا في اي حته. ليه؟ انا قلت لك انا عارف حدودي كويس. الكلام التاني اللي احنا بنتكلمه ممكن اكلمك واتناقش فيه، اشرح لك لا الواحد ما بيحب يشارك، الواحد ما، انما مشاكل وكده لا، دي الحاجه الوحيده اللي الواحد لا يقبلها. طب عايز اخدك في حته ثانيه. تاخدني فين؟ في حته ثانيه فين؟ اللوكيشن الثاني. ممكن تاخدني في حته ثانيه. لا بتكلم بجد والله. انت عمال تهرج. بص انت عايز، لا والله لا مين قال لك اني بهرج؟ طب خلينا نتكلم بجد. تقول لي انا عايز اخدك في حته ثانيه، اقول لك يلا. انت مثير للجدل جدا حتى في الاستوديو يعني. طب وما ينفعش هنا؟ طب ما احنا هنا وبنتكلم، هو ليه عايز تاخدني في حته ثانيه؟ طب خلينا نطلع فاصل. ده انت بتفصلني، انت بتخليني ما اعرفش اكمل الحوار. بتفصلني. انت مش عارف كلامك غريب قوي يا شيتوس. طيب اسالك قبل الفاصل، عايز اقول لك على حاجه ممكن تضايقك شويه. ما حسيتش ان انت متضايق ان الناس ابتدت تبارك لك انك اتأيدت في افريقيا في القائمه الافريقيه؟ طب وايه المشكله؟ ما انا كده محول تليفوني وما بردش على حد. يعني انت محول تليفونك عشان كده؟ لا مش عشان كده. امال عشان ايه؟ انا اساسا كده محول تليفوني على طول. دي العاده بتاعتي ان انا بحول التليفون. وبعدين حتى لو حد وصل لي قال لي هي الف مبروك انك اتأيدت في القائمه الافريقيه. يا سيدي الله يبارك فيك. بس كده خلاص. واخد الموضوع ببساطه يعني. على فكره الموضوع ما يستاهلش. انا لو كلت في نفسي مش هعرف. على فكره انت اكتر واحد عارف ان انا بره الكوره بستمتع بحياتي جدا 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 يعني. عارف انا اكتر واحد عارف، مش انت اللي قلت اكتر واحد هكذبك يعني. فانا يعني كده يعني ما احبش ان الكوره تاخد مني بره الكوره. مديها مساحتها. ما بتحبش ان هي تخش في حياتك. قعدت في النادي الاهلي وجددت في النادي الاهلي سنه، خير وبركه. جددت في النادي الاهلي سنتين، خير وبركه. مشيت من النادي الاهلي، الحمد لله ربنا عايز كده. حاطط في حساباتك انك ممكن تكون بره النادي الاهلي؟ كل حاجه وارده يا شيتوس. انت ما تعرفش اي حاجه، مش عارف بكره في ايه. انت مش عارف بكره في ايه. في حاجات بتطلع لك ما بين يوم وليله ما فيش. وبعدين قاعد الحمد لله، قاعد كمان دلوقتي قاعد عمال اتضرب بالاقلام، الموقع الفلاني والموقع العلاني، وده يديني بالقلم على اليمين والتاني يقوم يديني بالقلم على الشمال. بيزعلك؟ لا اطلاقا. هزعل من ايه؟ طب ما حاولتش تفصل نفسك؟ معظم الكلام لا اساس له من الصح. يعني زي ما الكابتن حسام دلوقتي بيكلمك بيقول لك الناس دي بتستخدم اسمائنا وبتستخدم النادي الاهلي وده وضع طبيعي وكده. لا في مواقف. سمعت عن حادثه جده الاخيره اللي بسببها ما جاش التمرين يومين؟ سمعت طبعا. اقول لك انا الحادثه دي عشان كانت قدامي. انت عارف احنا بنركن عربياتنا في الاوبرا طبعا. شيتو جده طالع بالعربيه، فهو طالع بالعربيه كده، ففي واحده سايقه العربيه وجايه، فهي شافت عربيه جده وجده عربيته كبيره، فهي اتخضت، جايه تضرب فرامل، ضربت بنزين، المهم ايه،
حكه في الاكسدام بتاع جده، حكه في الاكسدام، يعني حتى الاكسدام ما حصلوش حاجه، حكت في الاكسدام بتاع جده، قامت ايه مخيشه في عربيه تانية كانت واقفه. مخيشه ده لفظ يتقال على الهوا. مخيشه ايوه اسمها تخيش. بقول لك ايه انا خبطه. تعال اخدك في حته ثانيه كده، لفظ كويس على الهوا. المهم فالموضوع انتهى. انا دخلت كان عندنا صبح وبعد الظهر، كنت اتمرنت الصبح وروحت وجاي على تمرين بعد الظهر، لقيت ناس واقفه وامن من عندنا من النادي في الاوبرا، ايه في ايه، حكى لي القصه كده. المهم بصيت كل حاجه تمام التمام، والعربيه ما يعني ما مخدوشه، بس كل حاجه يعني انا شفت بعيني. وخلص الموضوع ان جده اتصور مع الست واتصور مع الراجل جوزها جه وكده، عملوا محاضر بس عشان التامين وبتاع وكده، ادي الموضوع. وانا قمت داخل النادي عشان تمرين، وجده كان هيحصلني، قلت خلاص هيظبط العربيه هيركنها وهيجي ورايا. انا روحت البيت لقيت العنايه الالهيه تنقذ جده من الموت المحقق. انا الوحيد اللي شفت العربيه، وانا الوحيد اللي شفت جده وهو بيتصور مع الست وجوزها. ده انت شايف ان الاعلام بيضخم الدنيا كده؟ اقسم بالله انا شفت كل حاجه، انا شفت هو بيتصور وشفت الموضوع مشي ازاي وانتهى ازاي وبتاع، ومستني جده يحصلني. لقيت العنايه الالهيه بتنقذ جده من الموت الحق. طب ليه؟ احنا ليه بنوصل لكده؟ يمكن الحكه او التخيشه دي كانت قويه شويه. تخيشه؟ ايه لفظ تخيشه؟ حد يقول تخيشه على الهوا؟ ما انا مش عارف، انت اللي بسطهولي. فيعني احنا مشكلتنا ان احنا بنكبر الموضوع قوي. يعني مفيش امانه، يعني مفيش امانه مع النفس. ده اللي خلاك تقول لاحمد عبد الظاهر ان انت قدامك سنتين والاعلام هيبطلك؟ ده وضع طبيعي جدا. ده انا بساله انت عندك كام سنه؟ انا متخيل ان احمد عبد الظاهر انا كنت فاكره عنده 23 سنه 24 سنه. فهو قال لي انا عندي 27 28. قلت له 28؟ قلت له ده انت خلاص سنتين هيقولوا لك بطل. طب يعني شايف منظومه الاعلام انت بتنتقدها كده، عايز تخشها ليه؟ لا انا مش بنتقدها، لا. هو الاعلام كله كده مش كله. في ناس بتزود وفي ناس بتنقل لك الخبر مظبوط، وفي ناس طول ما هي قاعده عماله تقطعك، وفي ناس بتقطعك لما بتبقى وحش، ودي اجدع ناس. الناس اللي بتقطعك لما بتبقى وحش او ان هي بتنتقدك لما انت فعلا لازم تنتقد. وفي ناس بتشيد بيك، هي نفس الناس تشيد بيك لما تبقى كويس، والناس ديت تعظيم سلام. الله يخليك، ربنا يخليك. انت عرفت ان انا قصدي عليك. انا حسيت كده من حوارك انك يعني انت لماح موت. موت يعني بقول للناس موت. طيب يعني انت بتتكلم على المعلومه لازم تبقى معلومه كويسه، معلومه صحيحه اللي يتداولها الاعلام. طب الاعلام انا بكلمك عشان ايه؟ طب ما هو وارد جدا ان يعني مثلا والده جده وخالته وعمته مش عارف قرايبه اما هيقرا الخبر، لو قرا الخبر بتاع العنايه الالهيه تنقذ جده من الموت المحقق، دي كارثه في حد ذاتها، كارثه. طب ما تقصش على الموضوع ان هو موضوع صغير، لا موضوع كبير. طيب الو انت كويس؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ده جده اللي عمل ايه يا جده مفرح 90 مليون. الله انت ايه يا جده انت طالع تضحك ولا ايه؟ انت مش طالع تسرطنا على الهوا ولا ايه؟ انا عايز اقول حاجه بس الجمال ده، انا ما جبتش جوان الفتره الجايه في الاهلي بسبب درجات. ليه يا جده؟ ايه اللي حصل؟ خلص عليا يا شيدي صوت. ايه يا ابني، هو انا اللي بمسك لك رجلك وانت قدام الجون؟ ايه اللي حصل؟ يعني في حاجه حصلت معينه جده من كابتن بركات خلاك يعني ما تجيبش جوان؟ اساله في اليابان كان بيعمل معايا ايه؟ والله ما كنت بقرب منه والله ما كنت بعمل معاه حاجه. كل ما بشوفه بقول له يا جده هو مفرح 90 مليون. هل هو ده كده؟ ده مش كده يا جده، هو الراجل اتكلم في الحقيقه. انت فعلا مفرح 90 مليون؟ مش انت مفرح 90 مليون؟ مش انت اللي جبت لنا بطوله افريقيا؟ لا الفرقه كلها اللي جابتها بقى. بقول لك بلاش تواضع، انت اللي جبت البطوله، اهدافك الساحره القاتله اللي بتنزل تخلصها. انا بشوفك بصيطك بقول لك كان فرح 90 مليون، انت بقى مش عارف تجيب جون. انا مالي؟ ايه جده حاسس بنبره سخريه كده في كلامه؟ لا مش سخريه، هو عارف انت اللي هو واحد بيقر على الناس وكده، فالقر ده بعينه وحشه فاهمني، فهو بيعمل كده مع الناس. لا انا سمعت كمان ان هو قال لك ان انت لعبت 14 ماتش في بطولة افريقيا وما غبتش ولا ماتش، يعني نسبة المشاركة 100% وبتاع. ممكن يجي يشيل الصغر اللي بيعمله، ربنا يهديه يعني. ربنا بقول لك انت هتعمل لي فيها ربنا كبير وهتتصعبن. انت لولا شويه الصحه اللي عندك والتهاجم اللي بتهاجمه في الملعب ما تلعبش. كنت بحبك